ايه الثلاث طلبات؟ قال له يا ابي ابراهيم ارحمني، اهتم بحالتي، صلح لي امور. نمرة 2 قال له ارسل لعازر ان يبل اصبعه بماء لاني معذب في هذا اللهيب. ارسل لعازر ليبل طرف اصبعه بماء ويبرد لسانه لاني معذب في هذا اللهيب. يبقى اولا ارحمني، ثانيا ارسل لعازر ايه؟ يبل طرف اصبعه، مش يعني كل اصبعه يمكن ياخد كميه ميه اكتر، مجرد طرف اصبعه. وثالث حاجه قال له لو تسمح ترسل لعازر الى اهلي لاني عندي 5 اخوه لئلا ييجوا في المكان اللي انا فيه في العذاب. والثلاث طلبات لم تستجب واحده منهم. ليته تذكر أبانا إبراهيم وهو في الحياة على الأرض، كان يشفع فيه، لكن الطلبة جات متأخرة. طلباته أتت متأخرة مثلما حضرت العذارى الجاهلات متأخرات، أو بحثنا عن الزيت بعد ما تأخروا في الموضوع وبعد ما الباب أغلق. المثل يعطينا فكرة ان الارواح الابرار في الابدية بتعرف حاجات كتير. ابونا ابراهيم عرف حالة لعازر وحالة الغني، قال له ده كان بيتعذب دلوقتي بيستريح، انت كنت بتترفه وتتنعم دلوقتي بتتعذب. يعني عرف حالة الغني وحالة لعازر، وعرف ان جه بعد منه موسى والانبياء. عشان كده لما قال له ارسل لعازر لاهلي، قال له عندهم موسى والانبياء، عرف دول. ولكن الغني لما طلب ارسال حد لاخوته أظهر أنه كان يهتم بأخوته بالجسد أكثر مما يهتم بالعازر المسكين، وأكثر مما يهتم بالله وبوصاياه. فأبونا إبراهيم قال له تذكر يا ابني إنك استوفيت خيراتك على الأرض. هذا يرينا مبدأ آخر، وهو أنه لا توجد توبة بعد الموت. يعني في البعض ساعات بيكتبوا لكم أو يقولوا لكم إن الواحد بعد ما يموت يبشروه الرسل ويبشروه الناس القديسين اللي في العالم الآخر، والناس اللي يؤمنوا بعد الموت والناس اللي يتوبوا بعد الموت. كل ده تنفيه هذه القصة، وينفيه أيضا للمزمور الذي يقول ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. وأيضا ينفيه قول أبينا إبراهيم للغني إن بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، لا أنتم تقدروا تيجوا عندنا ولا حد من عندنا يقدر يروح عندكم. يعني يا أيها الغني المسكين، هو الغني هو اللي أصبح مسكين، قد أغلق الباب. يبقى كل واحد مننا لازم يفكر في أبديته قبل أن يغلق الباب، وقبل ما يلاقي هو عظيمة لحد يجي من هنا ولا حد يروح من هنا. وأيضا يذكر شفاعة القديسين هنا على الأرض، لكن بعد الموت ما فيش شفاعة، بعد الموت ما فيش تغيير مصير، الحكاية انتهت.
أبونا إبراهيم لم يستطع إعانة الغني بعد موته، كان ممكن يعينه في حياته بشفاعة القديسين، لكن الباب أغلق. تمام زي واحد يذهب إلى طبيب بعد أن تصبح الحالة ميؤوس منها وما فيش فايدة للتدخل الطب، ما جاش من الأول. مساكين الذين يموتون بدون توبة، التوبة هنا على الأرض. في رومية 1:18 يقول إن غضب الله معلن على كل فجور الناس، كل اللي عايشين بدون توبة. مفيش تغيير. عمل الإنسان هنا على الأرض هو الذي يحدد مصيره في السماء، ومش بس يحدد مصيره، يحدد درجة مصيره. يعني مش بس يحدد يروح السماء ولا يروح الجحيم، يحدد درجة مجده في السماء، لأن نجم يختلف عن نجم في الرفعة. ويحدد درجة عذابه في الجحيم، لأن ربنا قال على المدن التي رفضته يكون لأهل سادوم حالة أكثر احتمالا مما لهذه المدينة. أكثر احتمالا يعني في حاجة أصعب من حاجة. العجيب أن السيد المسيح في هذا الأمر نجد في لوقا 15 تحدث عن قبول الله للتائبين، بل وبحثوا عنه لكي يتوب، في مثل الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال. لكن لألا الناس يفتكروا الحكاية بقت سهلة ويستهتروا، جه في لوقا 16 كلم لنا في مثل الغني والعاذر عن مصير الإنسان بعد الموت إذا لم يحسب حسابه. الغني اختار المال ولم يحدث أنه اختار الله، فأصبح بعد الموت حالته ضاعت. طيب ايه تاني؟ قال له يا أبي إبراهيم ارحمني. أبوه منين بقى؟ هو عاش مع إبراهيم في حياته. ده المسيح بيقول الذين يعملون أعمال إبراهيم أولئك هم أبناء إبراهيم. ومع ذلك أبونا إبراهيم قال له تذكر يا ابني أنك استوفيت خيراتك على الأرض، وكذلك لعاذر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعزى. تذكر يا ابني. يا ريت هذه العبارة توضع أمامنا جميعا. تذكر يا ابني. تذكر خطاياك هنا لكي تتوب عنها، وتذكر وصايا الله لكي تنفذها، وتذكر ساعة الموت وساعة الدينونة لكي تستعد لها. تذكر روحياتك ولا تهملها. في حاجة مهمة خالص هنا. أصعب شيء بعد الموت قبل حكم الدينونة هو الذاكرة. خلي بالكم الكلام ده. يعني ايه أصعب حاجة؟ هو الذاكرة. الإنسان أول ما يموت يبص يلاقي روحه وهي طالعة من الجسد بدأت تتذكر كل شيء، تتذكر جميع خطاياه، تتذكر جميع سقطاته، تتذكر جميع نجاساته، تتذكر جميع
ضعفاته، كل دي تبقى امامه، يحاول يطلعها من ذهنه، لا يستطيع. ذاكرة اوسع بكثير من ذاكرته على الارض.